كيف تقنع حدا يصير كلرز. دقيقة دقيقة، يطلعوا مين برا؟ والله بحشر اجرك بثمني. عم تصير والله تصير، عم قول يا الله ما حسي معك، والله ما حسي معك. امشي شربك شاي عم، امشي. كيف تقنع حدا يصير اي اشي؟ اخذت الالوان لانها الصنف الدارج اللي بنقدر نعطي منه امثلة، لانه الاشي اللي احنا عايشناه وشفناه، ولسبب اعمق بكثير وبخوف رح تعرفوه بالفيديو لقدام شوي. مواليد ال80 لاخر ال90 شافوا تطور وتسارع بالاحداث والتكنولوجيا، فبتحسهم احيانا مفصولين عن الواقع، شاردين بخيالهم. عاشوا فترتين بنفس الوقت، فترة اخر البساطة والحياة المتخلفة اللي كنا عايشينها، وخلال 10 سنين هر ولا احنا قاعدين على تلفونات بتقدر تعمل منها اي اشي. بس صار مشكلة بالهر هذا اللي صار بسرعة، زي ما تقول جليتش. بالوقت اللي طلع فيه النت واتطور، الناس اختلفت اخلاقها، خربت نوعا ما. الكبير بطل يسأل بالصغير، والصغير بطل يحترم الكبير، والناس صاروا مثل الروبوتات. الزلمة بطل يمون، والمرأة صارت اندبندنت زيادة شوي حبتين، والأولاد على التلفونات، والساعة بتدق، والثقافة بتتاخد من الشورت والريلز، والأخبار من محامص أبو علي. فزي ما تقول طاعة وقايمة. بديش أطول أكثر، نفوت في التفاصيل. يوم الاثنين 22 مارس 2004، حدا بيعرف شو صار بهذاك اليوم؟ من لما كنت صغير وهذا التاريخ محفور بعقلي. فجر يوم الاثنين من التاريخ الذي سبق ذكره، صارت طلعة جوية لجيش الكلاسين بعد صلاة الفجر، وتم قصف الشيخ أحمد ياسين وثلة ممن كان معه. وما تستغربوا من القطع، التاريخ هذا اليوم كل ما يجي بكون ذاكر شو صار فيه، لأنه ارتبط بذكرى إلي بالطفولة وأنا رايح بباص المدرسة الابتدائية. كنا بهذيك الفترة كل يوم الصبح نسمع على الراديو أنشودة واستشهد أحمد ياسين يا أمي لا تبكي، ملايين المسلمين راح تسري فيها البركة. فكنت أنزل بوست على الفيس بهاي الذكرى، لحد ما صار الفيسبوك يعمل لي سترايك ولا حظر، ناسي شو كان اسمه، لأنه ولله الحمد تخلصت من كل السوشيال ميديا من زمان للحفاظ على الجزء المتبقي من عقلي. بهذيك اللحظة أهدوا الشيخ أفضل هدية أي حدا بتمناها، وظنوا انه باقصائه رح ينتهي الكابوس المرعب اللي بيشوط بعسقلان من 40 سنة. بس للأسف بالنسبة لهم مش إلي، قتلوا الرجل بعد فوات الأوان. الفكرة صارت موجودة وخلص، يعطيك العافية. ما في أي إشي بيقدر يشيل هاي الفكرة للأبد، مو لأنه تحدي، مو لأنه عقيدة، مو لأنه أي إشي سميها شو ما بدك، مو من هان لبكرة، بس هي فكرة، والفكرة ما بتموت. بيرسويشن سايكولوجي هو العلم اللي بيهتم كيف نتواصل مع الفرد والمجتمع ونأثر على معتقداتهم وأفكارهم، وبالعربي خلينا نسميها علم الإقناع. يعني علم كامل بدرس كيف نقنع حدا بفكرة، خصوصا لما تكون فكرة كالرز بمجتمع عربي محافظ مسلم. كيف ولكم كيف بلشت هالشغلة؟ خطوات عملية وعلمية بتصير، رح نعطي أمثلة عليهم على كل إشي، كلها شغلات نفسية وسلوكية. أول خطوة بالإقناع بقول لك ازرع فكرة وأحصد ثمرة. ارمي الفكرة، زدت الفكرة، سوي أي إشي بس جيب طاريها بغض النظر عن رد فعل الطرف الآخر، حتى لو أنت متأكد من جوابه. ارمي الفكرة بسنابه. إحنا ما بدنا نشتغل على عقله المنطقي التحليلي، إحنا بدنا نفوت بالعمق ونلمس عقله الباطني التخيلي، العقل الباطني الغبي اللي ما عنده ذرة أخلاق. معلومة على السريع، بتعرف لو تحكي لحالك هسا إنه الدنيا بتشتي، عقلك الباطن مو مستعد يحلل، مو مستعد يفلفل، خلص الدنيا بتشتي مثل ما بدك. كيف بدنا نرمي الفكرة؟ أي إشي بحكيه أنا مو مسؤول عنه، اشكو عم محمد، أنا ما إلي دخل. عقل الباطن من فترة ليست بالبعيدة، 10 سنين بالكثير، أبواق الإعلام، أبواق الشعوذة والشيطان، سجع السحرة وأخبار الفجرة بلشت تنشر بقصص مثل ضبط حفلة شباب في مكان عام بوضعيات مخلة وملابس خليعة. يا مثقفين، يعني إنهم مثقفين كيف بسوقوا لك الخبر على أساس خبر؟ والله وخلفت ووزعوا حلو، وتعالي انتصار شوفي شو جابت مديحة، ونقطوه وذبحوا عنه. يا ريتهم ذبحوا عن الروح ولا ذبحوا عنه، المهم وأحالتهم إلى الأجهزة المختصة. هذا مو خبر، هاي فكرة كانت بتنطرح بهذاك الوقت بأكثر من دولة، تتشابه القصص وتختلف الأماكن والمسميات وتختلف الأوضاع المخلة والملابس الخليعة. كل شعب ملابسه الخليعة بتفرق عن الشعب الثاني، بس الفكرة وحدة. بعد ما نزرع الفكرة بيجي دور إشي اسمه Elaboration Likelihood Model، واختصاره ELM. هذا الموديل ببساطة شديدة بدرس كيف الأفراد بيتجهوا وكيف بتغير سلوكياتهم من الأفكار، وهذا الموديل بيحاول يحدد مين الناس اللي بيحللوا تحليل عميق ومين كالأنعام بل هم أضل سبيلا. بأخذ من راس الكوم
وباخذ كل شيء على الهوم. هذا الموديل بيستهدف مجموعتين من الناس، مجموعة عندها معرفة مسبقة بالموضوع، وهذا احنا ما إلنا فيه لأنه احنا ما عندنا معرفة مسبقة بالموضوع. احنا كان الموضوع بالنسبة إلنا قصة قرآنية وعبرة وتشريع، ما بنعرف أكثر. المجموعة الثانية اللي هي احنا، وبرضو احنا بننقسم لقسمين. قسم لو تنخر راسه وتزرع الفكرة براسه وتطين عليها طين بقول لك أخت في عليك واحد مشم. ومجموعة كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا، وبيتم استخدام الموديل على هاي الشريحة. ولو تشوف شو مكتوب وكيف بيستهدفوا هاي الشريحة، باوع أخي في الله باوع، يعني إشي مرسوم بعقلك من زمان بس هسه رح تشوفه علم. بحكي لك بدل ما تقيم الحجج أو الأطروحات، بيعتمد الجمهور في هذا الموديل على استدلالات سطحية أو إشارات، وبتشمل هاي الإشارات الجاذبية الجسدية للمتحدث، أو تأييد المشاهير، أو استخدام الفكاهة، أو مجرد كثرة الحجج المطروحة. النتيجة بيؤدي هذا المسار إلى تغير سريع في الموقف أو الاتجاه، بس هذا التغيير بالعادة بيكون مؤقت وعرضة بشدة للتأثر بحجج مضادة في المستقبل. كات هاي تسميه. وأنا ببحث في الموضوع، أنا كاتب السكريبت هذا من أسبوع بس لقيت شغلات كمان غريبة عجيبة بدنا نحكيهم على السريع. مثل فلاشي فيجوالز، لما بتشوف شغلات بتطلع لك على الشاشة بسرعة لأجزاء من الثانية، هاي كلها بتتخزن بعقلك الباطن انت مش مهتم لها طبعا. بتكون مثل كاتشي باك جراوند ميوزك، لما بتكون تحضر فيديو انت مش مهتم اصلا للفيديو، انت بس قاعد عشان الاغنية اللي بتصير بالخلفية، والله اعلم شو بكونوا يعرضوا لك على الشاشة وانت برضو مش مهتم. مثل ايموشنال ابيل، لما تجذب تعاطف الناس بقضية معينة. يا عشان نراجع الأفكار وما نرسب بالاختبار، قلنا أول إشي ازرع فكرة، بعدين حكينا عن ال ELM. هسا بيجي دور إشي بيكمل ال ELM، لما ذكر إنه النتيجة غالبا بالشريحة الثانية سرعان ما بتتلاشى إذا انطرح أفكار ضدها. فبيجي دور الفيز الثالث، المرحلة الثالثة من دس السم، بأسلوب أنا ما إلي دخل، هيك صار، وأشك إنه صار أي قصة من القصص اللي انتشرت بهذيك الفترة. بيجي دور إشي اسمه The Mere Exposure Effect، اسمه بالعربي لحاله قصة، اسمه تأثير مجرد التعرض. هي ظاهرة نفسية بيميل فيها الأفراد لتفضيل أشياء معينة، سواء كانت أشخاص أو منتجات أو موسيقى، لمجرد إنهم ألفوها واعتادوا عليها. بهذا الفيز أنت بس كثر قصص إنك مسكت ناس وهجمت عدور، كثر وبهر. ويا ريت يا ريت لو ربطت القصة بإشي عاطفي، مثل أب يقتل ابنته بسبب محادثات غرامية مع صديقتها. انت هون مسكت راس الخيط، العاطفة اللي بتحرك على الأقل إذا ما بدي أبالغ 80% من الناس. انت هون مو بس زرعت فكرة، انت صار عندك جيش يدافع عن هاي الفكرة. مثل يعني هي اللي عملته غلط بس مو لدرجة تقتلها. أو في نوع ثاني، آسف على التعبير، هاي حرية شخصية انت ما إلك فيها، بين قوسين حريتك الشخصية. أنا عارف شو الواحد بده يقول، لحد ما نوصل لإشي اسمه الاتيتيود تشينج. أنا آسف ما عندي أكسنت أمريكية، إذا حدا بيتابعني أنا هالقد الله معطيني إنجليزي. attitude تشينج، ولا تزعلوا، هيك أكثر إشي بقدر أعمله. وهي المرحلة اللي الناس بتعيد فيها النظر بقضية معينة أو معتقد أو سلوك، وبعد هيك صدفة أنا ما بحكي شيء، أنا بقول صدفة بطلنا نشوف أي قصة عن الموضوع. بعد سنتين خلص الموضوع اختفى، والشعب اهتدى، والملابس الخليعة خلصت من السوق، والوضعيات الفاضحة صارت ترند عليها غبرة. وإذا وصلت السلطة العليا الشريرة لهذا المستوى فخلص هو خلص شغله، شغل سنة أو سنتين بالكثير، وبعدين بنقل لموضوع ثاني. وإحنا لساتنا بدوامة المشكلة اللي مو راضية تنحل، لأنه بنرجع ونعيد ونحكي هي صارت فكرة، والفكرة لا مو ما بتموت هالمرة، راح ندفنها. قولوا إن شاء الله. الفكرة دايما بتلاقي حدا يتبناها هالمرة. كات هاي اتس مي اجين. انا بحب اطلع لكم بصوت اللي مشلح، قصدي بصوتي بدون فلاتر، عشان احنا اسرة مع بعضينا. انا لا اخفيكم باخر فترة بعاني شوي من المشاهدات والظهور، فاذا انت شايف هالفيديو منيح وبستاهل ينحط له لايك حط لي لايك. اذا عندك تعليق بيضيف قيمة للفيديو اكتب لي اياه بالتعليقات. انشر الفيديو مع اصحابك وعيلتك بجروبات الواتساب. امزعني اشتراك طلعوا من عيوني، يعني بدنا نعمل شوية اكشن. شكرا للجميع. أنا بحلف يمين بالله العلي العظيم إني شاهدت ردود أفعال الناس بهذيك الفترة، بين أول فترة الله ينتقم منكم، الله يأخذكم يا كلاب، وأقول بعقلي الحمد لله يا رب الدنيا بخير. بعد شهر خلص قرفتونا بهالقصص، ما عندكم شي ثاني،
وأنا مالي ليش يطلع لي هيك خبر؟ لو إني شاري حزمتي بمال حرام ما بيطلع لي هيك بوست والناس تضحكوا وها ها ها ها، وتحدي بالكومنتس مين بيجيب ها 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 ايموجي أكثر. إذا أنت مركز معي بتتذكر شو حكينا عن الإي ال ام، نكتة سويها نكتة، ازرع فكرة بنكتة، خليها الناس تضحك، يضحكوا ها ها ها، اضحك يا محمد، اضحك يا سمير، ها ها يلا نضحك كلنا، يلا يلا. انتوا دشروا العالم بحالهم، هاي حرية شخصية، هي حرة بجسمها، هو حر بجسمه. وطلاب الجامعات ببلشوا يعملوا تاجز لبعض، شوف هاي، شوف هذيك، شفت الشاب ابو شعر اشقر محلاه. التدرج بصير بانه الناس الفت الفكره بناء على كثره الطرح اللي هو حكيناه بالمير اكسبوجر افكت. بنتقل الموضوع للحياه الواقعيه، بتصير تقول لصاحبك اذا اشتد النقاش بينكم على موضوع او صاحبتك الموضوع بخص الجنسين، اكيد انا قلت لك هيك يا شاذ، او انا قلت لك هيك يا فلاني، ها 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 ها. الموضوع انت الفته بعد ما كان خط احمر بالنسبه لك، صار مخزن بعقلك، انت من الجماعه معهم، بس انت ما بتعرف وما طبقت هالشي على ارض الواقع. بعد سنة على ارض الواقع كمان بصير يطلع لك مشاهير من لبنان، هو من كل مكان بس لبنان دايما بالصدارة بهيك شغلات. وشغلي مو قدح، انا بحكي عن حدث صار بمكان فلا تشخصن اخت الموضوع. مشهور او مؤثر عنده 40,000 والضوء بتسلط عليه وبصير اكبر مؤثر بلبنان، وبطلع بحكي لك انه هيدي حرية شخصية وانه عادي لك شو فيها يا خي، كل حدا حر بجسمه. وبطلع لك أجنبي مشهور نص بنات العرب بيتابعوه عشان شكله مثل البنات، فبيحسوه بنت مثلهم والقلب ميال، فبيكون مشهور زيادة بين البنات مع إنه ولا شاب بكون بيعرفه بكل الوطن العربي. وبصير يدس السم بالعسل، وإذا بتدور وراه بتلاقيه هو ستريت ما إله بكل هالشغلة، بس خلص هو حب يحكي أو اندفع له أو تبنى قصة ودافع عنها بتتعلق بموضوع الألوان، ورد فعل اللي بيتابعوه يا الله شو إنساني، يا الله شو بيجنن، وتاج لصاحباتها تعي شوفي شو لوكاس بيتر، هيك بكون اسمه بالغالب، حكى بالدقيقة 240 بتكون معلمة الدقيقة والثانية شيت من الضحك، ومليار ايموجي ضحك ما بتعرف كيف مركبيتهم. برمجة الموقع بترفض هيك شي وهي بتركب مليون ايموجي فوق بعض، كيف؟ ما بتعرف. رقبتي وجعتني. حكيت أول الفيديو بالمقدمة إنه في إشي بخوف راح أذكره بالفيديو، وصلنا للإشي اللي بخوف. بابا ييجا. أنا طرحت موضوع الألوان وهي فكرة واحدة من أفكار، أنا بس خطر موضوع الفيديو براسي وأنا بشتغل، وكالعادة معلمي بينادي علي وأنا سرحان بعالم آخر، خطرت لي فكرة. طيب موضوع الألوان أنا منتهي بالنسبة إلي وبعرف الصح من الغلط، وراح أعلم أخوي الصغير وابني وكل حدا بقدر أعلمه، بس في إشي لمع بمخي التحليلي اللي بفكر وبحلل وباخذ قرار. أنا إلي 15 سنة أو أكثر بستعمل النت، شو في شغلات مخزنة بعقلي الباطن وأفكار أنا اندمجت معها وصارت جزء من شخصيتي وتفكيري، وهي كلها غلط، مثل كيف إحنا بنفهم القضايا المجتمعية، حقوق الطفل والمرأة والمساواة والطبقية بالمجتمع. هل أنا أفكاري فيها صح ولا غلط؟ أنا شو مخزن بعقلي الباطن؟ وكيف فاهمين القيم مثل الفرق بين التواضع والكبر والطيب والغباء والحب والإعجاب والكره والبغض؟ هل أنا فاهم هاي الشغلات بالفهم الصحيح اللي بخليني أشعر كبني آدم بأسلوب منطقي وصحيح، ولا أنا من ضمن 80% من الناس العاطفيين اللي بيحس بدون ما يفكر؟ أنا شو مخزن في عقلي الباطن؟ وكيف فاهم القضايا المالية وفلسفة الغنى والفقر وفلسفة العمل وفلسفة الدين وفلسفة علم النفس وفلسفة. أنا شو مخزن جواي؟ شوفي بعقل الباطن، لوثوني يا رب. الاشي اللي بيخوف انك ممكن هسه بني ادم كبير وواعي وبتعرف الصح من الغلط، بس الاطفال اللي بيستعملوا النت شو بتخزن بعقلهم؟ من مشهور بحكي، او مغنية حلوة بتمزح، او ترند بيطلع فترة وبيختفي، ما بتفهم ليش طلع وليش اختفى. وانت لما كنت طفل كيف انصقلت شخصيتك الحالية؟ اسأل حالك، هل كل افكارك صح ولا في عقدة هي اللي مخربة حياتك ومنهجية التفكير عندك معطوبة؟ هذا الشيء خلى يخطر ببالي دعوة مستحدثة أنا ألفتها، بتضحك بس شر البلية ما يضحك. الله يفطرني، يعني الله يرجعني على الفطرة، الله يفطرنا كلنا، الله يستر يا رب. كل قوى الشر اللي بتشوفها بالعالم ما هي إلا أدوات وحمير اللي ماسك برسنها وبيمشيها عتلمها. هي سلطة عليا، عليا بالقوة، بالخبرات، بالعقل، بالدهاء، بالذكاء، وبتكنيك الخطأ والتجربة والمحاولة مرة أخرى. هي سلطة ربنا اختصرها بالقرآن العظيم بسطر: أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. العالم هو مقسوم قسمين لا ثالث لهما: حزب الله العالي المنتصر بلا شك طال الزمان أو قصر، وحزب الشيطان الملعون والمنهزم بالتأكيد بالدنيا قبل الآخرة. بأمثالنا الشعبية دايما بنقول إبليس
شاطر. إبليس مذ خلق الله الأرض ومن عليها واستخلفنا فيها من جن وإنس، كان في شخص واحد نزلته على الأرض مو لشغل. إبليس ما بيصير الصبح وبقول يا فتاح يا عليم خلينا نجيب صدور دجاج لهالولاد. إبليس ما بيشتغل وما بيعمر الأرض. إبليس مو نازل يعمر الأرض. إبليس عنده إيثار، ما بده يروح على النار لحاله، بده ياخذ أكبر قدر ممكن معه من ولد آدم. إبليس نزلته ما كانت إلا عشان قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وفي سورة النساء ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. إبليس المخلوق الوحيد اللي شغله الشاغل إنه يسحبك معه لقعر جهنم، وهو شاطر. أنت ما بتعرف شو تراكم الخبرات عند واحد الله أعلم كم سنة عايش آلاف السنين وهو بس بخطط وبفكر كيف بدي أغير خلق الله. آلاف السنين وهو بجرب وبغلط. آلاف السنين لحد ما طلع باستراتيجية صح. بيعرف بالعلم، بيعرف بالطب، بيعرف بالفلك، بيعرف بعلم النفس، وبيعرف من هان لآخر الدنيا. ثقافته وخبراته ماخذها عن علم ودراسة، مو عن شورت يوتيوب أو ريلز إنستا. فبتقدر تخاف منه على حالك وانت مطمن. هو مو سهل، مو بهذيك السهولة اللي صوروا لنا اياها. انا بعد تفكير عميق مو شايف انه في حل اللي بيصير بحقبتنا الزمنية هاي اللي كل اشي فيها مو طبيعي. ومثل ما استشهد الشيخ احمد ياسين بعد فوات الاوان، احنا كمان عايشين بعد فوات الاوان. الدمج صار وخلص. اعتصم بربنا، ادعي ربنا دايما يثبتك، لانه احنا عايشين بوضع طارئ وصعب. ربنا بيقول بالقرآن بخاطب اشرف الخلق وسيد المرسلين، ربنا بيقول للرسول ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. وهو الرسول والمعروف لا يعرف. صلوا عليه. فقال الرسول في تلك الساعة اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الوضع أصعب وأخطر مما بتتخيلوا، خصوصا لما تعرف متأخر. اللهم لا تكلني ولا تكل من يسمع الآن إلى أنفسنا طرفة عين. آمين آمين. وبقول لك بالأخير هو اختار، هو ما اختار يا ابن الحرام. انت لوثته ولعبت بعقله وفطرته.